هو انا ازاي اقدر اغسل المخده الفايبر بتاعتي في البيت واخليها بالنظافه والبياض ده، وفي نفس الوقت ما اخليش الفايبر اللي جوه يكلكع او يكتل مني؟ كل اللي عليكم تصلوا على النبي وتكملوا معايا الفيديو للاخر. يا ريت قبل ما نكتب اي تعليق نجرح فيه حد ان ممكن المخدات بتاعتها توصل للمرحله دي، لازم نراعي ان في ناس ظروفها على قدها، ونراعي ان في ناس ما بتعرفش تنضفها ازاي. المهم هنقول بسم الله، وهنجيب عندنا اي حاجه فاضيه وهنفضي فيها 4 كوبايات ميه، وهنحط عليهم بعد كده معلقتين صغيرين مليانين كربونات صوديوم، وبعد كده هنفضي عليهم كوبايه كلور ابيض ونديهم بقى تقليبه صغيره. بعد كده بقى هنجيب عندنا اي بخاخ وهنفضي فيه الخلطه اللي احنا عملناها دي. خلينا اوريكم بس الاول تاثير الخلطه دي بسرعه كده على المخده عامل ازاي. انا واحد من الناس ما بحبش استخدم الكلور الابيض في التنظيف، لكن ده افضل حاجه لتنظيف وتعقيم المخدات والمراتب بتاعتها. المهم بقى هنفضي الخليط بتاعنا ده في البخاخ زي ما قلت لكم، وبعد كده بقى هنجيب المخده بتاعتنا ونبدا نرشها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهتلاحظوا اصلا وانتوا بترشوها ان الصفار بيبدا يخف ويختفي تدريجي. بعد كده هنجيب شويه من الخلطه اللي احنا عملناها في اول الفيديو وهنحط عليها شويه قرى الغسالات عاديه وبسفنجه اطباق، وهنبدا ان احنا ندعكها كلها. بعد ما نخلص نملى عندنا البانيو او اي حاجه واسعه ونبدا ان احنا نشطفها فيها يدوي. بعد كده نصفي ميتها، واخر مرحله بقى نحطها في الغساله نعصرها. بس ما شاء الله رجعت كانها لسه جديده. ما تنسانيش بدعوه حلوه وتدوس على القلب اللي في الجنب ده وتعمل لايك وشير عشان غيرك يستفاد.